فيها تسبغات، فيها بقع، فيها اثار حبوب. استخدمي الماسك ده يا ستي وهتلاحظي فرق رهيب، بيرطب، بينعم، بيدي نضاره، بيدي حيويه، وكمان بيفتح. تعالي اقول لك على الماسك الاقرب لقلبي. يعني ايه الماسك الاقرب لقلبي؟ يعني ماسك مجرد ما هتستخدميه هتتفاجئي من جماله ومن حلاوته ومن نضاره بشرتك اللي نورت كده زي اللمبه. بشرتك هتنور حرفيا زي اللمبه. ماسك مكوناته طبيعيه وبيساعد على التفتيح والترطيب، وكمان بيزيل تجاعيد البشره والخطوط التعبيريه بس البسيطه مش العميقه. ركزي معايا في اللي انا اقوله لك. طب ما تقولي يا ستي طب صلي على النبي وانا اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماسك بسيط خالص. هتعملي ايه؟ هتجيبي معلقتين دقيق الرز. عملتي دقيق الرز هتحطي لي عليه معلقتين كبار من الزبادي البلدي، ويا ريت تكون في ميه. الميه بتجيبي الزبادي تحطيه بره التلاجة 4 ساعات، بتلاقيه بيكون ميه. الميه دي انا محتاجاها في الماسك بتاعي. حطينا الرز وحطينا الزبادي، هنزيد عليه معلقه عسل. بعد ما تزودي عليه معلقه العسل مش هينفع نستخدمه، هنزود عليه كمان كميه حلوه من ميه الورد حسب قوام الماسك معاكي هيبقى عامل ازاي. هتحطي المكونات ديت وتقلبيها كويس قوي وتسيبيها على جنب 10 دقايق. اغسلي بشرتك كويس وطبقي الماسك على بشرتك وكمان على رقبتك وعلى ايديكي، وهتحسي قد ايه فرق في نضاره وحيويه بشرتك. ماسك بسيط وبمكونات طبيعيه لكن نتائجه باذن الله فعاله. مفيش اسهل من كده. مش عايزاكي تهملي في بشرتك. استخدمي الماسك ده يا ستي وهتلاحظي فرق رهيب، بيرطب، بينعم، بيدي نضاره، بيدي حيويه، وكمان بيفتح. خلصتي معاكي الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.